السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شلونك شيخ؟ الحمد لله. عندك إجابة عن سؤالنا أبو حسن؟ أن الدين اكتمل والدين كاملا. ماذا أضاف أئمة الشيعة لدين الإسلام؟ الدين اكتمل بوصية النبي التمسك بالقرآن والعترة العاصمة من الضلال، ومن تخلف عنها أيوة، أصبح من ماذا قدموا الضالين. بقى العطر؟ وأنتم تخلفتم عن هذه الوصية فأصبحتم من الضالين. قالوا سنة النبي. أول شيء الكلام سجال بيني وبينك، خلي المشرفين لا يكتمون حتى لا، ما يعني نستكمل. مالكش دعوة بالمشرفين. سجال ده يحتاج دليل. جهز أدلتك وتعالى لي. ممتاز. السلام عليكم. شيعي ولا سني يا فندم؟ أنا شيعي. 12 ولا صرخي؟ 12. طب عارف سؤالنا ولا مش عارف سؤالنا؟ نعم، تتحدث عن الإمام المهدي والتوقيعات والسفراء. أتحدث لماذا المهدي لم يوثق أحد مؤلفين الكتب كالكليني والعياشي والقمي وهؤلاء، بالرغم أنهم عاصروا المهدي في الغيبة الصغرى. لماذا المهدي لم يجعلهم سفراء له؟ أو لماذا هم لم يعرضون مؤلفتهم على المهدي في زمن وجود المهدي؟ تفضل. نعم. المهدي يولد في آخر الزمان. مهدي اللي يولد في آخر الزمان واثنى عشر. صرخ. يلا، من ضمن اللي طلعنا جاوب. شيخنا أنا شيعي ولا سبيت ولا تجاوز، ليش نزل؟ هتطلع لك تحكي لي مظلومية ليش ومش ليش. انزل. السلام عليكم. وحسن اتفضل. شنو سؤالك شيخنا؟ ما هي وظيفة شنو؟ ما هي وظيفة الإمام في الفكر الشيعي الاثنى عشر؟ نعم، في الإمامة هي إمامة النبوة وإمامة التبشير والتنذير وهداية الناس. ايه يا استاذ؟ ايه ده مش فاهم. وظيفة الإمام عند الشيعة ما هي؟ التبشير والتنذير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم وصية النبي، من تخلف عنهم أصبح في ضلال مبين. التبشير والتنذير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، وهداية الناس. النبي أوصى بالتمسك بالقرآن والعترة. يبقى التبشير تنذير أمر بالمعروف نهي عن منكر هداية للناس، صح كده؟ نعم. والإمام وهذا الذي ما لا يقوم فعله. بهذه الوظيفة يستحق أن يكون إماما؟ لا، بالتأكيد يكون مخالفا للقرآن، لأن النبي أوصى بالتمسك بالقرآن والعترة. ماذا قدم المهدي من تبشير أو تنذير أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر؟ نعم، المهدي ابن الحسن خرافة كخرافة البخاري الذي يدعي أنه كتب يعني السنة. أنت صرخي يعني. طب انزل. احنا قلنا مش عايزين صرخية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيعي ولا سني يا صادق؟ الشيعي. جعفري واثنى عشري ولا صرخي؟ 12. طيب. اللي كنت اقوله انا اقول انا لابد ان يستحي الشيعي انه على هذا الفكر وعلى هذا المعتقد. هل توافقنا الراي ولا تخالفنا الراي؟ اولا انت عليك ان تصحح دينك، لان معاويه مات على غير الاسلام. هذا انت اهو مثال برضو لعدم الاستحاء. وصرخي لا يؤمن بان الامام المهدي الاثنى عشر موجود مولود. استحي بقى. تيجي تقول له ازاي يا عم الصرخي؟ انت نفس تاخد من الكافي وتاخد من كذا وتاخد من كذا وتاخد من كذا، وفي نفس الوقت عارضت كل هؤلاء. يقول لك انا صاحب الدين الجديد. الصرخي حطم صنميه البخاري وانت. طيب اهو الصرخه حطم صنميه البخاري، ده اللي انت طالع تقوله وتكرره، لكن هتتناقش لا، هتتكلم لا، هتسمع لا. سيبقى البخاري وسيبقى مسلم وستبقى أحاديث أهل السنة قائمة، ولكن مهما فعلتم والله لن تحركوا شعرة في هؤلاء. تفضل. الردود حسن القربلائي، تفضل.
هربت للمرة الثالثة من الصرخية يا أشرف غريب، أنت عاجز. والله يا فندم أمام يعني الصرخية. صدقني والله العظيم. انا لو ما بشوف بهرب منها بصراحه. هو ده عيب فيا ولا ده حاجه ميزه فيا؟ اكيد ميزه. اي واحد يقول لك إيه لازم يهرب منها، اي عائله هيهرب منها. فاحنا لازم نهرب منكم يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. عنوان البث. عنوان البث انت عارفه يا فندم. هل تستحي انك شيعي رافضي؟ وأنت لماذا هربت من فتوى ابن حنبل تكفير معاوية؟ عشان عشان البهايم اللي زيك ما بيفهموش يا فندم بس والله. لكن انا ما هربتش من